من الأعلى بدأنا ومن الهدف اقتربنا، فأسسنا كيانا أصبح بدعمكم أكبر وأقوى. نادي التقدم السعودي فكرة آمنا بها وسعينا جاهدين لتحقيقها برؤية ثاقبة ورسالة واضحة وضعناها من أجل السعي الدائم للتقدم إداريا ورياضيا، وأيضا من أجل تعزيز دور النادي الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. لقد بدأنا العمل بمنشأة ينقصها الكثير، وسعينا بدعم الأوفياء ومحب النادي لنجعل من النادي مكانا يشبه طموحنا وأهدافنا. وضعنا لبنة الأساس وخطينا معا في طريق الإنجاز، فنبتت بأرضنا بيئة عمل منتجة متعاونة تسعى لرقي النادي وتطوره، فتفوق التقدم عن غيره من الأندية وأصبح ينافس بقوة أقطاب الرياضة بالمملكة. كان الاهتمام الأشد أن نحقق معايير وزارة الرياضة ونضع لنا بصمة مميزة بين أندية المملكة بكافة درجاتها وإمكانياتها، ونواكب رؤية حكومتنا العظيمة في الإنتاج والتميز. فأولينا المسؤولية الاجتماعية اهتماما بارزا ساعد الكثير من الأسر والمشاريع المدعومة، والتي وصل عددها نحو 27 مشروعا، منها دعم الأسر المنتجة وسقي الماء والمعاقون، والتي استفاد منها 6400 فرد بواقع 44 مبادرة فتح فيها النادي أبوابه لأبناء وبنات المحافظة، وسعى جاهدا لأن تكون إدارته بكافة أقسامها خلاقة وذات إنتاجية تخدم محافظة المذنب وتحقق دورها الإيجابي في خدمة كافة شرائح المجتمع. وها هي الإدارة التي بدأت العمل في استراتيجية دعم الأندية ب3 موظفين فقط، اليوم أصبح لديها 35 موظفا وموظفة كانت لهم بصمة مبدعة في كافة المجالات، بصمة تظهر جليا في إنجازات النادي ونجاحاته المتوالية. لهذا سعينا بكل جهد وحرص أن نوفر لهم بيئة مناسبة محافظة نضمن فيها التميز والولاء للعمل، واجتهدنا لخلق فرص عمل مؤقتة لنحو 46 شابا وفتاة، فيما وصل عدد المتطوعين معنا بنادي التقدم إلى نحو 185 متطوعا يشاركون في الفعاليات والمبادرات التي ينظمها النادي بعطاء دائم في 16 فرصة تطوعية نطمح أن تزداد في المستقبل لتحفيز أبنائنا على الدعم الإيجابي والمشاركة في خدمة المجتمع. نسعى أن نجعل من هذا النادي منصة عمل لا تقف على شخص ولا على اسم. نادي التقدم سيفتح أبوابه دائما وسيكون تحت رعاية الجميع ودعمهم، سيكون ملاذا للطموحين للراغبين بالعمل لصناع النجاح، سيكون لمن لديه النية الجادة ليحقق مسيرة وفاء بدأناها قبل 5 سنوات، مسيرة عمل، مسيرة نجاح وفرحة صعود بإذن الله. سيبقى نادي التقدم شعاراً يحمل الولاء والإنجاز. كان حصاد هذا العام مليئا بالفعاليات المثمرة التي عززت العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء وأسهمت في تحسين جودة حياة الآخرين. وقد انقسمت الفعاليات إلى نوعين: فعاليات مصاحبة للمباريات وصل عددها 200 فعالية استفاد منها 4180 مستفيدا من أبناء المحافظة، وفعاليات أخرى غير مصاحبة وصل عددها ل68 فعالية خدمت نحو 1600 مستفيد في مبادرات ناجحة ومتنوعة استطاع معها النادي أن يخدم العوائل وكافة شرائح المجتمع في مختلف المجالات ويدخل الفرح والسرور على قلوبهم. اليوم بكل فخر حققنا أعلى النسب في تقييم وزارة الرياضة، ليحصل النادي في الربع الأول على 5.84 درجة والمركز الرابع، الربع الثاني على 6.48 درجة والمركز الثالث،
والربع الثالث على 6.37 درجة، والمركز الأول متجاوزا بذلك أندية القصيم كافة، وبدرجة أفضل بكثير من أندية في الدرجة الأولى. فشكرا لكل من ساهم في هذا النجاح الكبير الذي نطمح أن يزيد. فنحن في نادي التقدم ما زلنا نسعى للتطوير وفتح الفرص أمام الجميع، وأن نكون كالبنيان المرصوص مع كافة الإدارات الحكومية والأهلية لنخدم محافظة المذنب وأبنائها بكل عطاء وحب. شكرا أيضا لكل الداعمين والرعاة الذين ساهموا معنا في دعم نادي التقدم: الشيخ حمد بن محمد الدريس، الشيخ عبد الله بن صالح العثيم، الشيخ إبراهيم بن علي العبودي، الأستاذ صالح بن سليمان الزعير. شكرا لمساعيكم المتواصلة وعطائكم الذي لا ينقطع، فمعكم يكتمل الحلم وتتحقق البطولات. التقدم منكم وإليكم.